كان مكرم من اليساريين الحقيقيين في الجامعة، هو وحسن وعبد الجليل وبشير الباجي وفوزي شكونتا ورشيد المسن وغير هؤلاء من الحزانة والمجانين والبسطاء. لم يعتلوا الكراسي ليقولوا الأقوال الفصلى، ولم يشر إليهم بالبنان. حضورهم كان باهتا ومضحكا في بعض الأحيان ومبكيا في أخرى. لم تمنحهم همومهم فرصة لاستبدال صديقاتهم ب10 درجات على سلم ريشتر، ولم يحظوا خلال كامل فترتهم الدراسية بإمكانية لاقتناء علبة مارلبورو أو ساندويتشا من بيفات الكلية. كان مكرم وحسن وعبد الجليل وشكونتا والباجي أوفياء لصديقاتهم أو بلا صديقات، أوفياء للمطعم الجامعي في منوبة والعمران وبوشوشة بلا مخالب تذكر وبلا معجزات. يحبون الشعر من أجل الشعر، لا لمراودة الزميلات عن قلقهن البديهي عشيات السبت وفي فترة الامتحانات. يعودون فرادى إلى منازلهم الوضيعة، يمارسون اشتراكيتهم في إعداد العشاء. عليك بالبيض يا حسن وعلي بالهريسة، لتكن عجتنا بلا طماطم. كانوا يطرحون أسئلة وجودية وتعجزهم الإجابة. هناك يساريون مثلهم أرهقت أحذيتهم الكراسي والطاولات، يسيرون كالطواويس، يدخنون سجائر فاخرة، ويحبون الشعر مثلهم لغايات أبعد ما تكون عن الشعر. عاد مكرم وحسن وعبد الجليل وشكونتا بعد تخرجهم بتميز ليناضلوا من أجل حياة ما، وظل أصدقائهم الشيوعيون يكركرون، يدخنون المارلبورو ويسبون أمريكا، يمجدون الإنسان ويكذبون على الفتيات، يأكلون الساندويتشات ويطالبون بتحسين الأكلة الجامعية، يتغيبون عن المحاضرات ويطالبون بتغيير البرامج. ظلوا يناضلون أيضا من أجل أنفسهم. ظل مكرم وحسن وعبد الجليل وأشباههم من الحزانة والمجانين والبسطاء كنفخة في ناي، حزانة ومجانين وبسطاء، يحبون الشعر من أجل الشعر. فقدوا صديقاتهم المفردات ولذة اللوبيا بالكربوناتو وربحوا أنفسهم. أصبح غيرهم من اليساريين شخصيات عامة تبدل صديقاتها ب10 درجات على السلم نفسه. نراهم في التلفاز يقولون الجمل نفسها، تلك الجمل التي كانوا يقولون منذ 20 عاما أو أقل أو أكثر. لا شيء يعجبهم، ولكنهم لم ينزلوا من الباص. هناك يساران إذن، يسار الكراسي والطاولات والساندويتش والصديقات، ويسار يحب العجة دون طماطم، يسار الكربوناتو.